من احسن الاخبار اللي انا سمعتها اليوم ان في تحالف دولي مكون من 26 دولة بيطالبوا الكيان ان هم يخشوا اعلاميا جوه غزة ويشوفوا اللي بيحصل في غزة، وده يعتبر ورقة ضغط كبيرة بيستخدموها الاعلاميين والتحالف الدولي ده على اسرائيل قدام العالم، رغم ان من رابع المستحيلات اسرائيل توافق بحاجة زي كده، لان انتوا عارفين الاعلام دلوقتي هو اللي ماسك العالم وهو المتحكم في العالم، واسرائيل دايما بتحاول تتحكم في الرواية الاعلامية عشان الحقيقة ما تظهرش للعالم، رغم ان الحقيقة واضحة دلوقتي وكل العالم عارف الحقيقة كام. طيب حد يقول لي هو ليه اصلا التحالف ده يعتبر ورقة ضغط على اسرائيل؟ بص يا سيدي، في مثل كده بيقول ما يموتش حق وراه مطالب، وهنا التحالف ده عايز يوصل لاسرائيل ان انتوا مهما تعملوا مش هتقدروا تتحكموا في القضية طول العمر وطول الابد. وخلي بالك الاعلام سلاح قوي جدا زي الحرب، انت مش عايزك تستهين. لو سمحوا للاعلاميين يخشوا غزة هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا كارثة انسانية بمعنى الكلمة. انت الصور اللي بتظهر لك وبتشوفها على الشاشات دي ما تجيش ربع في المية من الحقيقة واللي حاصل جوه ارض غزة. السؤال هنا ليكم اصدقاء المتابعين وعايزكم تجاوبون عليه في التعليقات. دلوقتي لو الاعلاميين دول دخلوا غزة وشافوا كل الحقيقة زي ما هي، هل ده هيكون نهاية اسرائيل ولا برضه هتفضل اسرائيل محمية من امريكا؟